السلام عليكم مربيات ومربو التعليم الأولي، متتبعين ومتتبعات قناة عالم إبداعات زينب. اليوم غادي نشارك معكم تزيين ملفات التخرج إن شاء الله ديال هذا العام. أنا اختاريت ندير هذا التزيين هذا رغم أني باقا ما أكدتش عليه، ولكن عجبني وقلت نشاركه معكم. كاين بنات باغيين يبداو دابا التوجاد والتحضيرات، داكشي علاش انا شاركته معكم. هادو اللي بديت الاولين انا شاركته معكم. كنعتذر على النغمه ديال الصوت ديالي، راني عيانه شويه، الله يحفظ الناس، ولكن هذا ما منعنيش بانني نشارك معكم، لان كيف ما قلت لكم بنات بغاو ياخذوا فكره على طريقه تكون بسيطه وتكون خاصة بملفات التخرج. لهذا غنشارك معكم هاد الطريقة هذه. كيف ما تيبان لكم انا خديت ملف وزينت البداية ديالو، هذيك الجنب اللي غادي نفتحوه والطريقة باش غادي يتفتح انا اختاريته بهذا الشكل هذا. من بعد انا هزيت اوراق الفوم اللي غادي ناخذهم وغادي نزينهم على شكل مثلا كل واحد. اختاريت مثلا ندير تزيين على شكل حروف فرنسية، مثلا واحد سميتو محمد غادي ندير لا ليتر ام هو اللي غادي يزين به الملف ديالو. مثلا اسيا لا ليتر ا اللي غتكون التزيين ديال الملف ديالها، الحرف اللي كيعبر على الاسم ديالو ولا كيرمز للاسم ديالو. ومع حنا كل مره كنبغيو نديرو شي حرف جديد كيبداو انا نقول لهم ونشوفوا واش هو صديقنا ولا لا، واش هو كاين ضمن الحروف اللي كاين في الاسم ديالنا ولا لا. لهذا عجبتهم ديك الفكره وقلت علاش لا ما نديرهاش ليهم باش انهم تكون مزينه ليهم هاد الملفات هادو. ومع ان بما ان ديال نهايه السنه الدراسيه غتكون ليها معنى كثير، معنى كبير، معنى مميز. لهذا شاركت معكم هاد الطريقه، ربما تعجبكم. انا في الملفات اللي سبق لي عملتهم كدير ليهم العوينات والفوق. هاد العام انا قلت نديرهم بلا هذا، ندير غير هذاك الطربوش ديال التخرج نزينو به الفوق، على حساب الناس اللي ما عندهمش ولا اللي عندهم ضيق الوقت ولا اللي مهم. هاد الطريقه هذه قلت انا ربما تعجب البنات وشاركتها معكم. اللي بغات دير شي حاجه اكثر من هكا، مهم انا درت لكم فكره وانتم يمكن لكم تبداوا كل وحده تزيد من عندها. خليكم تتبعوا الفيديو الى النهايه، فرجه ممتعه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي لكم.
Mama,